يا صباح الورد والفل والخيرات واهلا بيكم في قناة منوعات ام هنا. والنهاردة فيديو جديد، عايزين ننظم المطبخ مع بعض. فلو المطبخ بتاعك محتاج الى تنظيم فالفيديو ده هيساعدك جدا، لان هنتكلم عن منظمات وحاجات بتنظم بيها المطبخ بطرق بسيطة جدا. حتى الضروريات اليومية بتحتاج برضو لتنظيم، زي الخضار والفاكهة والخضروات الورقية. كل ده بيحتاج إلى تنظيم وتزيين برضو المطبخ بالنباتات الجميلة اللي بتدي روح وحياة. فأول حاجة العلاقة دي جميلة جدا وما بنحفر لهاش في السيراميك، بخطافات ممكن نعلق عليها المجات، عملية وجميلة جدا وما بتاخدش مكان. ممكن تعلقيها فوق الحوض أو فوق البوتاجاز، وهي قوية جدا وبتتحمل ان انت تحطي عليها المصافي، المغارف، ادوات الغرف، او الفوط، او المجات، اي حاجة تفضي لي الرخامة، وبتغير لك شكل المطبخ بالكامل. والحاجات برضو الخزانة بنجيب منظمات عشان ننظم بيها الخزانة. ساعات الحاجات بتبقى متراكمة فوق بعضيها ومش بنلاقي الحاجات، فطبعا المنظمات بتساعدنا ان هي ترتب الخزانة زي ما احنا شايفين. حتى لو الخزانة صغيرة ممكن ارتبها، بس المهم ان انا اطلع كل الحاجات وانضف بسرعة. يبقى عندي البخاخة بتاعتي اللي فيها الخل والمنظف، اي منظف عندك، والزيت العطري عشان يدي ريحة حلوة، وانضف الخزانة. وبعد كده احط المنظمات بتاعتي. في منظمات معدنية بتضاعف لي المساحة جوه الخزانة، واحط بقى البرطمانات الازاز عليها. ويستحسن ان انت تجيبي منظمات ازاز بتبقى موحدة في الشكل ده، بيدي الشياكة. حتى لو الخزانة مقفولة بتفتحيها بتلاقيها جميلة. ومنظمات برضو الخل والزيت ممكن اجيب لها الصينية الدوارة دي، عملية جدا حلوة قوي. وفي منها اكريليك وفي منها بلاستيك وفي منها بدورين. هاتي بقى اللي يناسبك، وهي بتنظم الخل والزيت حلو جدا. المهم ان انتي تحطي في ازايز وبرطمانات شفافة وتحطي ليبل عليها عشان تشوفي الحاجة. وممكن برضو في المنظمات المعدنية دي جميلة جدا برضو تحط في على الرخامة او في اي كورنر عندك فاضي، وتحطي عليها بقى برطمانات السكر، الشاي، الدقيق، فبتبقى اماكن تخزين للتوابل حلوة جدا. الرف العلوي ممكن تحطي عليه البرطمانات الكبيرة، والرف اللي تحت بتحطي عليه البرطمانات الصغيرة. وبرضو هوريكي مشتريات مهمة جدا لكل مطبخ. الصواني دي بألوانها عملية وجميلة جدا، وألوانها جميلة، منها الأبيض ومنها البامبي ومنها الموف، وكلها عملية، وهي من الجرانيت. بس وانتي بتستخدميها هدي النار واستخدمي معالق خشب عشان ما تتجرحش، لان عشان تحافظي عليها ويبقى شكلها جميل على طول. ودي حلة للطهي برضو شكلها جدا حلو جدا. ودي سكينة لونها ناعم، لقيت لونها حلو فجبته. بتيجي كده في العلبة بتاعتها، بس خلي بالك بتبقى السكاكين دي حامية جدا، فلازم نحطها جوه الغلاف بتاعها. تصميمها أنيق جدا وشيك، حتى لو انتي مش هتستخدميها جوه المطبخ هتحطيها على السفرة بيبقى شكلها حلو. من الحاجات الضرورية والمهمة جدا في المطبخ طبعا المقص. المقص ممكن تقصي بيه وانتي
بتنضفي الفراخ بتقصي بيه، وبتقصي بيه الخضروات الورقية. مهم ان هو بيتنضف كويس جدا، وهو بيتميز بتقطيع عالي جدا، وممكن ان انت تنضفيه، وبيكون صحي في الاستخدام وتعلقيه عشان يكون سهل قدامك في الاستخدام. برضو من الحاجات الجميلة اكياس السيليكون دي، برضو عشان تحفظي فيها الطعام. وممكن ان انتي تعيدي استخدامه مرة تانية، تحطي فيه مثلا فراولة، تحطي فيه خضار طازة. ممكن تحتفظي بالفواكه والخضروات طازة لأطول وقت ممكن. شكله لطيف جدا ومبياخدش مكان خالص في التلاجة. وفي المنظمات دي او العلب دي بتكون من الفولاذ المقاوم للصدأ، شكلها جميل برضو، وممكن تخزني فيها الخضروات والفواكه. نظيفة جدا وسهلة في التنظيف، وشكلها لطيف، وممكن تحطيها في التلاجة، او ممكن تستخدميها كلانش بوكس للاطفال وهم رايحين المدرسة. صحية وعملية جدا، وسهلة كمان في التنظيف، وشكلها جميل، ومنها ألوان أحمر وبامبي وأحمر فاتح. وأنا بحب المنتجات اللي بتكون من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبيبقى تصميمها أنيق للغاية ومتطور. فالتنظيم مش حاجة صعبة، التنظيم حاجة سهلة جدا لو تعودنا عليه كل يوم واشترينا الحاجات الضرورية. برضو من الحاجات الضرورية برضو اللي اشتريتها الفوط اللي في المطبخ، لازم تتغير كل شوية. برضو من الحاجات اللي بتنظم لي حياتي الشنط. ممكن اشتري شنط عشان انظم الدولاب، وممكن عشان السفر. فحاولي ان انتي تشتري شنط صغيرة تحطي فيها التيشيرتات، شنطة التيشيرتات، شنطة البنطلونات، شنطة للاكسسوارات. ده بيسهل لك عملية السفر وانتي مسافرة اي حتة، وبتبقى جامدة وقوية، وبتساعد جدا، بتسهل التنظيم وبتسهل تنظيم الشنطة الكبيرة، وبتترص بكل سهولة، وبتبقي عارفة أماكن الحاجات، ما بتبقاش متكدسة فوق بعضيها، فلازم تستخدميها في كل مرة بتسافري فيها. وبيبقى ترتيب الشنطة متعة، ما بيبقاش إرهاق، لأن انتي كل حاجة بتبقى معروف مكانها فيه. تنظيم طبعا بيريح، وخصوصا في السفريات. هنا بقى عملنا المنظم ده وحطينا جنبيه الزرع، والزرع مهم جدا في حيوية ونشاط للمطبخ او للبيت ككل. هنا بقى هنعمل شوربة. نجيب فصوص ثوم وبصل اخضر، هنقطع البصل الاخضر وبعد كده هنقطع الثوم، ونشوح شوية ثوم في الطاسة في شوية زيت، وطبعا هنستخدم القلاية الجديدة. ولما نيجي نستخدم اللحمة نزيل الدم منها الأول، وبعدين نحط لها رشة فلفل ورشة ملح. مهمة جدا الخطوة دي. وبعدين نحط لها زيت زيتون،
يبقى احنا حطينا رشة ملح ورشة فلفل وزيت زيتون. وبعد كده نجيب الحلة ونغطيها بالزيت. وحاولي ان انت تستعملي اواني خشبية. وبعدين هنحط الثوم اللي احنا هرسناه في الزيت، وهنضيف رز منقوع نعينه لمدة 30 دقيقة ونقلبه مع الثوم. أكلة سريعة وسهلة. وبعد كده هنحط المرقة لو عندك مرقة وصلصة صويا، ونسيبه على النار لمدة 15 دقيقة. وفي الأثناء دي هنشوي اللحمة في الزيت اللي احنا حطينا فيه الثوم. حط شريحة من الزبدة، وطبعا اللحمة دي متبلينها بالفلفل والملح بس. وبعد كده هنحط للزبدة صويا صوص، وكده الصوص بيبقى جاهز. وبالمقص اللي احنا جبناه هنقص بقى الخضروات بتاعتنا، اذا كان بصل اخضر، كرات. وهنعمل جنب الاكله دي مكرونه. هنغلي المكرونه في الميه، طبعا الميه بتغلي، ونحط لها شويه زيت وملح. بعدين نصفي المكرونه. نقلي شوية توم في الزيت، نحط البصل الأخضر مع الثوم، ولو حابة تحطي جمبري أو فراخ أو أي حاجة وتقلبيه. سيبيه شوية على النار بس قلبيه. وبعد كده نضيف المكرونة المسلوقة على البصل الأخضر والثوم والجمبري. رشة فلفل وملح. قطعي بقى شريحة اللحمة اللي انت عملتيها في شوحتيها في الثوم، هنقطعها. ونحط اللحمة على الرز اللي حطيناه على الثوم، هنحطه على الرز. حطي بقى لو حابة توم كامل كده، فصوص توم فوق الرز وبصل اخضر. اكلة سريعة وسهلة وخفيفة وصحية جميلة جدا، متاخدش منك وقت. ممكن تنظمي مطبخك وتعملي الاكل في نفس الوقت. كل ده ما ياخدش منك وقت خالص، وتحصلي على اكل صحي وجميل، وبعديها هتلاقي مطبخك منظم. ونحط بقى المكرونة في الطبق. المكرونة كده استوت مع الجمبري والبصل الاخضر والثوم. وكده اكلتنا خلصت مع الصوص
ويبقى أكلة جميلة ومغذية والأطفال بيحبوها. يا ريت تجربوا الأكلة دي وتقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الوصفة دي. هي أكلة لذيذة جدا لدرجة ان انا بفكر اعملها مرتين في الاسبوع. قولوا لي انتوا كمان لو عجبتكم، تقولوا لي في التعليقات ايه اللي عجبكم في الفيديو والاكل عجبتكم ولا لا. بعد الاكل بنرجع تاني للتنظيم. برضو العلب دي قوية جدا وتتقفل حلوة قوي على الحاجة، بتحفظ الحاجات في التلاجة. برضو الأكياس اللي هي البلاستيك دي حلوة جدا في تخزين فصوص الثوم، ويتحط في التلاجة بيعيش مدة أطول فيها. دي من الحاجات الجميلة جدا اللي لازم كل بيت يشتريها، العلب دي والأكياس التنظيم. برضو منظمات الأدراج من الحاجات المهمة جدا في كل بيت عشان تنظمي فيها أكياس الشاي والقهوة، لأن الحاجات دي بتتبهدل في الأدراج العادية، ولازم يكون ليها المنظمات بتاعتها في منظمات الأدراج. طبعا منظمات الأدراج دي من الحاجات المهمة لكل مطبخ، وفي منها أشكال كتير، منها البلاستيك ومنها الخشبي، فاختاري اللي يناسب ميزانيتك. وبالمنظمات دي هتفضل الأدراج منظمة ومرتبة على طول، والحاجات مش هتتراكم فوق بعضها، واللي هيفتح هيلاقي الدنيا منظمة وهيلاقي الحاجات بسهولة، سواء كان بقى تخزين أكياس أو تخزين الحاجات الرز. وبرضو منظمات البلاستيك دي جميلة جدا في تنظيم كاس الدقيق والرز أو الحاجات بتاعة الحلويات. وبرضو منظمات حلوة جدا للتلاجة أو للخزانة. فكل الحاجات دي بسيطة جدا، بس بتنظم لي المطبخ وبتخلي الحياة أسهل، ومتبذليش مجهود ان انتي تلاقي الحاجات. وفي منظمات برضو مثالية لمساحة تحت الحوض. مساحة تحت الحوض من الأماكن المكركبة، فلازم تجيبي منظمات عشان تنظمي الحاجات. وده منظم للكنزات، وده بيقلل المساحة سواء كان في الخزانة أو في التلاجة. ودايما خزني مناديل الورق بطريقة في الخزانة ما تاخدش مكان، زي ما احنا شايفين في الشكل. الرولات دي بتبقى عملية جدا وجميلة للمطبخ. والمنظمات البلاستيك دي برضو في الخزانة عملية جدا، بتحطي فيها بقى اي حاجة انتي مش بتستخدميها، او الحاجات اللي مكركبة عندك المطبخ. فتنظيم المطبخ مش صعب، لكن بشوية منظمات بتلاقي العملية سهلة. وده منظم لسائل الغسيل، شكله لطيف جدا وبقعدة عشان يتحط على الحوض الحمام أو المطبخ، وممكن يتلازق برضو على السيراميك عشان ما ياخدش مكان على رخامة الحوض. وفي برضو منظمات اللي هي بتنزل بكميات قليلة بالضغط، دي برضو جميلة جدا سواء كانت في الحمام والمطبخ. كده خلصنا التنظيم، وشكرا على المشاهدة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.